بيكاتا اللحمة من أكتر أكلات المطاعم اللي كلنا بنحبها، مع ماش بوتيتو وسوتيه بتطلع خطيرة. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ باللحمة. أنا استخدمت هنا شرايح لحمة زي البفتيك بالظبط، بس ما دقتهاش، قطعتها رفيع زي البفتيك. بعد كده انا استخدمت حوالي كيلو الا ربع. بعد كده محضره هنا الدقيق انا هرش عليه شويه توابل بسيطه، ملح وفلفل بس، وهقلب التوابل دي كويس جدا مع الدقيق، وهبدا اغلف اللحمه بالدقيق والتوابل. انا مش هعمل حاجه غير ان انا هعفر اللحمه، همسك شريحه شريحه وهعفرها في الدقيق، وبعد كده هحطها في طبق على جنب. طبعا هنعمل كل الكميه كلها قبل ما نبدا نكمل وصفه النهارده. ممكن طبعا نضيف اي توابل تانية انتوا بتحبوها، بس انا هكتفي بالملح والفلفل بس. بعد ما هخلص كل الكمية بتاعتنا على النار، على نار عالية، هبدأ اضيف معلقتين من الزيت، ممكن نستخدم اي زيت متوفر عندنا، وهنبدأ نشوح اللحمة بتاعتنا. طبعا الكمية اللي انتوا هتستخدموها شوحوها على مرحلتين او 3. انا عايزاها تاخد لون بس من على الجنب الاولاني، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني تاخد لون، وهنطلعها على طول. انا هعلي النار عشان مش عايزاها تنزل اي سوائل، انا عايزاها تاخد لون بس. زي ما انتوا شايفين خدت لون على الجنب الاول، هقلبها على الجنب التاني وبعد كده هنطلعها. هي كده لسه ما استوتش، احنا لسه هنكمل باقي وصفتنا. بعد ما اخلص كل الكمية بتاعتي في نفس الحلة او في نفس البان، هنضفها لو فيها اي شوائب، وبعد كده هبدأ اضيف قطعة من الزبدة. هستنى لحد ما تسيح كويس قوي، وهبدأ اضيف المشروم. انا هنا استخدمت مشروم، ده طبعا اختياري بس بيديها طعم حلو قوي. هقلبه لحد ما ياخد لون كده ويبدأ يدبل، هضيف عليه باقي الإضافات. أنا هضيف عليه معلقة من التوم، دي طبعا التوم مع المشروم بيدينا طعم حلو جدا جدا. هقلب التوم مع المشروم، وعايزة أقول لكم الروايح بتطلع خطيرة. بعد ما خلاص كل التوم والمشروم يتبلوا، هبدأ أضيف عليهم مكعب من المرقة، طبعا ده اختياري، وروزماري ده اختياري، ممكن من غير مكعب مرقة وممكن مية بس. شوية توابل بسيطة، ملح وفلفل، وكمان توابل للحمة، أي توابل للحمة متوفرة عندكم. هقلبهم كده تقليبه مع بعض، وبعد كده هرجع عليهم اللحمه، وهضيف هنا من كوبايه ونص الكوبايتين، وهغطي واسيبها تستوي. وكل شويه هشوف الميه قلت ولا لا، لما تحتاج هزودها. وبعد ما اللحمه بتاعتي تستوي تماما خلاص، هضيف كده نص كوبايه من الكريمه، ودي اختياري وممكن من غيرها، وهديها تقليبه كده مع بعض. الكريمه دي هتحسسنا بالظبط ان احنا بناكل في المطعم. هديها كده تقليبه مع بعض، وهسيبها 5 دقايق، وكده خلاص وصفتنا جاهزه تتقدم. قدمتها زي ما قلت لكم مع ماش بوتيتو، وكمان هكتب لكم كل مقاديره تحت الفيديو، وكمان سوتيه. اكله خطيره واحلى بكتير، واضمن من اي مطعم هتاكلوها فيه. جربوها ومتاكده هتعجبكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه.